وقت البنات بانني انايا واحد الانسانه اللي وقع لي واحد المشكل مع واحد السيد كنت كنعرفو موعدني بالزواج، ودابا تخلى عليا، ودابا كيجيو فيا الخطاب وبغيت نتزوج ولكن ما عرفتش شنو ندير. في نظركم شنو الحل؟ معكم اختكم شيماء، واليوم جيت نشارك معكم قصتي. انا واحد الانسانه اللي تزاديت في واحد الاسره الحمد لله ميسوره. نهار حليت عينيا لقيت الاب ديالي مقاول، والام ديالي هي مرأة اعمال عندها المحل ديالها ديال التجاره، كدير هادشي ديال القفاطان وجلالب، يعني الحمد لله. امي بطوموبيلتها خدامه بحر مالها، الاب ديالي نفس الشيء خدام، يعني ما خصنا خير بدارنا، ما خصنا حتى شي حاجه. كنسافروا البصل مخيره، كناكلوا الحاجه الزوينه، كنلبسوا الحاجه الزوينه، حتى حاجه البنات ما كانت خاصانا. ولكن حنا كنا عايشين واحد العيشه يعني الحمد لله، كانت عندنا واحد الحريه صراحه، كانت عندنا واحد الحريه في الدار. كان الاب ديالي فعلا صارم بشي حوايج، قراو قرايتكم ومستقبلكم خاصكم ديروه، ولكن شي حوايج اخرين يعني ما كانوش مراقبيننا فيهم. وكنا حنا يعني كنديروا داكشي اللي بغينا بحكم الدار. اكثر هي كتكون معنا غير الخدامه، الوالده راها خدامه والوالد حتى هو خدام. المهم هما كان عندهم غير القرايه، وكشوفوا لنا النقاط ديال يعني شحال كنجيبوا، والمراقبه شنو مشيتي وفين جيتي. ولكن كان داكشي مهم هادي، ما نقولش لكم بحال دوك واحد الناس صاحبتي كانت يعني غير لا بغات تخرج مشكله ما تقدرش تخرج، كان با يوصلها ويرجعها. انا لا كنت كنمشي لراسي نجي لراسي شد طاكسي، يعني كانت الحياه ديالي شنو نقول لكم منفتحه. كانوا عندي صحابات كنخرج معاهم، صافي كيعرفوا صاحبتي كتجي عندي كنمشي نبات معاها، يعني بحال هكا. غادي نقول لكم صراحه اختي اللي كبر مني واحد الانسانه اللي جديه بزاف، كانت من المدرسه للدار قرايه، ما كتعرف لا هكا لا هكا. انا اللي كنت كنطير، انا اللي كنت كنطير من المقله، انا ملي كنت مداسره براسي وكنت داسره بزيني وكان عاجبني راسي يا البنات. وبعض المرات راه الزين كيخرج على مولاه. المهم ما نحرقش لكم مراحل ونعاود لكم قصتي من الاول باش يستافدوا منها بنات اليوم. انا يا البنات كنت من النوع اللي ديما الشله مجموعه عليها، راكم عارفين في المدرسه ديما كتكون مدوره بك الدريات، وانت ديما هذيك اللي عندها الفلوس، ويلا نمشيو هنا ناكلوا، يلا نمشيو هنا نخرجوا، كتنخسر الفلوس وما تحاسبت مع حتى شي وحده، وكاع البنات دايرين بيا وباغيني يموتوا عليا. المهم شديت البكالوريا ديالي وطلعت لافاك، وهنايا خدتكم صافي توي تلبس اللي بغات وتمشي وتجي وقت ما بغات، وديك الساعه صافي يعني زدت صرت على انا ما كنت. المهم يا اخوتي الوالديه كانوا دايرين فيا الثقه بحكم انني كنت كنجيب النقاط مزيانه، كيقولوا صافي راه شيماء كتقرا مزيان وشاده في قرايتها وان شاء الله غدير حتى هي شي حاجه اللي غتنفعها في حياتها، وما كانوا مخصصيننا من حتى شي حاجه يا البنات. المهم واحد النهار انا خارجه من لافاك حتى كيبان ليا واحد شنو نقول لكم واحد الفارس الاحلام اللي تمناه كل بنت، هابط من واحد الطوموبيل كتقول انا راسي. السيد كيبان عليه انه المستوى ديالو عالي كتار من المستوى ديالنا. المهم مع انا خارجه من لافاك السيد بقى كيشوف فيا بقى تابعني. انا دفعت عليه كبير صراحه، انا واخا كنطير وكل شيء ولكن كنت كندير فيها با عزيزي، ما كنبغيش شي واحد غير يدوي معايا نقول ليه بسم الله. بقيت غدا وشديت الطاكسي وخليته. السيد الغد لي عاوتاني لقيتو في لافاك، ما دويتش معاه وما عبرتوش، درت راسي ما شفتوش. السيد كيسول عليا وجاب خباري من البنات. المهم انا ما حاولتش نهضر معاه، كنت جالسه في الكافيتيريا كنراجع شويه هو يجي جلس حدايا. السلام عليكم. مالك اختي دافعه كبير علينا، ما نخافوش. شفت فيه وتبسمت، قلت لي لا خويا ولكن انا ما كنعرفك ما كتعرفني، اشنو السلام عليكم ركب معاك. قال لي لا وانا ماشي قلت لك ما كتعرفينيش وانا غناكلك واش انا غنشفرك واش انت خايفه مني؟ انا غنعطيك الكارت ناسيونال ديالي وشوفيني وعارفيني انا فلان وانا كنقرا هنايا وكندير هادي. المهم انا هاد الساعه عندي الماستر ديالي وجيت عندي واحد السيد صاحبي وشفتك وعجبتيني وبغيت نتعرف عليك، وما عرفتش تكون بيناتنا شي حاجه من هنا لقدام ويكونوا بيناتنا وليدات. وبدا كيضحك معايا. المهم السيد باش غنقول لكم الجمال والزين اللي عطاه الله اي بنت تشوفو تفها فيه، وزيدها انه السيد لاباس عليه وما خاصو خير. واحد الطبيب ما نقولش لكم كتقول انا راسي كاع البنات كيبقاو حالين فمهم فيها كيقولوا يا ريت يهضر معانا، وانا دافعه عليه كبير. المهم هضر معايا داك النهار، خدا النمره التليفون ديالي، قالت لي صراحه انا ما نقدرش نخرج معاك وما كنعرفكش.
المهم حاولت نبين ليه بانني انا صعبه المنال. ايوا يا البنات بقينا كنهضروا وياه غير في التليفون، كيهضر معايا كنقول ليه لا عندي الحفاضه وكنراجع وما نقدرش نخرج وما نقدرش ندير هذه. المهم بقينا تقريبا مده شهر وحنا غير في التليفون. مره كيجي هكا لافا كنشوفوه هكاك غير في لافاك، ولكن باش نركب معاه ولا نخرج معاه كنقول ليه لا. صافي من بعد ما دوزنا داك الشهر ديال المكالمات ولفنا على بعضياتنا، وصراحه ارتحيت ليه وهو ارتاح معايا، وكل نهار ميساجات في الصباح وفي العشيه والكلام الزوين والكلام المعسل، واي حاجه كيقول لي خصاتك انا نوقف معاك وبغيتي شي حاجه تفهميها نفهمك. قلت لا ما محتاجاش، الحمد لله انا كنت ذكيه، كنت من النوع اللي غير كيدخل يحضر المحاضره كنخرج فاهمه الدرس. يعني الامتحان ما كنتش نبقى نبريباري ونحفظ، لا كنكون شاده من القسم. ولكن من بعد غنولي نتلاقى انا وياه. المهم هو كان سميتو كريم، باش نحطكم في الصوره. هاد كريم كانوا كاع البنات كيحماقوا عليه، وفي اخر ولا هو يعني الصديق ديالي انايا، ولا مصاحبين بالعربيه تاع عرب تاع البنات. بغيت نخرج انا وياه ولا نمشيو نجلسوا في قهوه ونهضروا ونضحكوا. السيد من قلت لكم مره يجيب الكادوات، وخا ما كنتش محتاجه، ولكن كانوا فيه دوك لي جيست الزوينين اللي كيعجبوا اي بنت، يعني كتحسي بيه انه مهتم بيك ومعبرك ومكبر بيك. وصافي اختكم غطيح على زنافره وغتوي تموت عليه. وغدوز الايام غنولي نخرج انا وياه مره كلها كنمناك المدرسه ونمشي انا وياه نجلسوا في قهوه ونبقاو نهضروا ونضحكوا. مره نمشيو للسينما، مره نخرجوا هنا، مره نمشيو هنا. وراكم عارفين البنات الطوموبيل ملي كتكون والفلوس يعني كاينه، يعني وليت كنعيش معاه حياه سعيده. دوزنا تقريبا 4 شهور وحنا مع بعضياتنا. واحد النهار قال لي والو غتمشي معايا لواحد القهوه ديال الشيشه. قلت لي لا ما نقدرش وتقول ولا نمشي. قلت لي وما نقدرش نتعطل. وقال لي لا انت ولي لداركم راه كان مع صاحبتك غتحفظوا ونمشيو. قال لي نجلسوا والله حتى غيعجبك الحال. قلت لي لا انا كنخرج معاك نجلسوا في قهوه عاديه ولكن قهوه الشيشه وبالليل. قلت لي لا ما يمكنش. قال لي وها انت غير حاولي انا نتسناك. وانا قال لي بغيت كاع صحابي كيجيو مع صحاباتهم وانت قال لي غادي تجي وانا غنمشي بوحدي ما جاتش وهادي والدور بيا شي وحده وتبغي شي وحده تجلس معايا. المهم داك ياكل لي في راسي. هضرت مع صاحبتي اللي كنمشي عندها كل مره كنبات معاها. قلت لها صافي انا غنقول للدار غنجي نبات معاك، غنخرج مع كريم ومني نسالي غنجي نبات معاك. قالت لي صافي ماشي مشكل. وفعلا الوالده عارفاني من شحال هذه ديك البنت، يعني كنمشي كنبات معاها في دارهم. وديك البنت اصلا ساكنه غير هي وختها، وجدها ساكنه الفوق، امها ما كايناش، هي والاب ديالها مسافرين على برا. صافي قلت هذه هي الوجيبه، غادي نمشي انا نخرج ونشوف انا هاد السهرات اللي كيمشي ليهم مع صحابو. فعلا يا البنات مشيت انا ويا ديك القهوه. ما نقولش لكم الناس عايش الحياه، الضحك والتقشاب والشيشه والدريات لابسين ومقادين. نهار الاول صراحه انا تصدمت، ولكن في الاخر عجبني الحال. جلست انا بديت كنضحك وهو كيضحك معايا وكيكبر فيا كيقول لهم هذه هي المدام ديالي اختكم. صافي وكتخيل راسها صافي راه هي مرت كريم. المهم يا البنات دوزت ديك الليله عجبني الحال ورجعت بحالتي. رجع وصلني للدار ديال صاحبتي وبت تمايا. وليت كل مره كيقول يلاه نمشيو للشيشه كنقول ليه بسم الله، وكندير نفس العذر كنقول ماما راني بيتي عند صاحبتي وكنمشي معاه. ايوا مره على مره واحد النهار ويقول لي والو غنمشيو للدار. والو قال لي وانايا ولفت عليك وانا مابقيتش قادره نستغنى عليك وانا بغيت نجلس انا وياك تاتات وبغيتك نبقاو نحس بيك وتحسي بيا. قلت له تقول هاد الهضره ما تقولهاش. قلت لك حنا باغيين الزواج صبر ولد الناس ملي تخرج انت من شد الماستر ديالك ونشد حتى انا الاجازه ديالي وديك الساعه ان شاء الله شي تقدم ليا وديك الساعه نكونوا حلالا طيبا. شوفي قال لي على هادشي عندك نتيا فيه الشك كوني هانيه. واش انا هادشي قال لي نبقى ليا امتى نشد الماستر ديالي وان شاء الله ديك الساعه نهضر مع موالين الدار ونجي نخطبك وانت تكوني مرتي ونديروا وليداتي معاك. المهم السيد كياكل لي هضره بالهضره. قال لي والو. قلت لي لا ما نمشيش معاك الدار. قلت له توقع شي حاجه فين غنولي؟ قال لي عليك الامان ما يوقع والو. قال لي واش تهبيله؟ قال لي لا قال لي داكشي قال لي ديال راكي عارفك باقا بنت وهادي وانا ما غاديش شكون غيحافظ عليك من غيري. واش انا قال لي غنتعدى عليك واش غنتكرفس عليك؟ قال لي انا بغيت غنجلس انا وياك نحس بيك وتكي عليا ونتفرجوا في فيلم مجموعي وناكلوا مع بعضياتنا. المهم مشيت انا هضرت مع دوك البنات صحاباتي اللي كنت صاحبت معاهم في ديك القهوه ديال الشيشه. ايوا صحابات السوء ملي هضرت معاهم قلت لهم شوفوا راه قال لي كريم والو نمشي نجلس انا وياه في الدار وصراحه انا خفت. قال لي ويلي الهبيله عادي كاع كنمشيو مع صحابنا للدار عادي وحنا كاع باقيين عزبات ما يوقع لك حتى شي حاجه حضي غير راسك ما عندهم ما يوقع لك. واش بغيتي؟ قالت لي انت مصاحبه معاه وغادي تخليه يمشي في وحده اخرى عادي. شجعوني يا البنات شجعوني وزادوا ليا فخرات. شفت تعيت قلت لي صافي ولكن بشرط
عندك توقع لي شي حاجه؟ قال لي عليك الامان. صافي يلا ممكن نجلسوا غير ساعه المكانه ونرجعك لداركم. فعلا يا البنات مشيت انا وياه للدار وجلسنا ديك السبيعه. واش غنقول لكم، يعني دوزنا وقيته زوينه. السيد ما دارش ليا شي حاجه اللي غندم عليها. صافي وخرجنا بحالاتنا ورجعت بحالاتي للدار. اختكم بحال عجبها الحال والشيطان غراها وبين ليها الحرام زوين وبين ليها الحرام حلال. وليت كنقول صافي راه راجلي وغيتزوج بيا وديال قلبي. وليت كل مره كيقول يلاه نمشيو للدار ما بقيتش كنتردد، ما بقيت نشاور مع حد. كنمشي انا وياه نجلسوا مره ساعه مره ساعتين مره نص نهار. وليت كنحس براسي بحال هو راجلي وانا مرتو، بقى بيناتنا غير العقد نديروه. المهم اختكم غتولف على هاد الحياه، قهوه الشيشه ونمشي نجلس معاه في الدار والايام غاده كدوز بينا حتى غيجي واحد النهار اللي غادي نكونوا مع بعضياتنا ديك القهوه الشيشه. وداك النهار من بعد غيقول لي والو غادي نمشيو لواحد الكلوب نسهروا فيه. عيط لصاحبتي قلت لها راه غنتعطل. قالت لي صافي ماشي مشكل، جيت راه ناعسه، المهم راه السوارت عندك فاش تجي حلي الباب غير بالحس. قلت لها صافي ولا عليك. المهم مشينا لواحد الكلوب ديال الشطيح والرديح وفيه الناس اللي كيشربوا المحرمات. اختكم واخا ما كنت كنشرب ما والو، انا كنمشي غنشط وننساه. الشيشه اللي كنت كنديرها مره معاه، ولكن شي بليه اخرى ما كنتش كنديرها. المهم كنت كنلبس داك اللبس اللي ما كانوش دارنا كيعرفوني كنلبسو، كنت كنلبسو انا ملي كنخرج معاه. كنمشي خارجه لابسه مونطو، ملي كنمشي تما صافي كنحيد المونطو، لبست انا الدباغدو، لبست الصايه مقزبه ومش الشعر والعكر والمكياج. المهم ديك الصوره اللي دارنا ما كيعرفونيش فيها صراحه. البنات دارنا من فاتحين وكلشي، ولكن هاد الامور ما كانت ممنوعه، يعني ما غيتقبلوهاش. لو انه يعرفوني كندير هذا الشيء ما نتخيلش لكم اش غيديروا ليا، ولكن هذا الشيء كنت كنديرو انا خزنه على دارنا يا البنات. ايوا يا البنات نسيت بان الله راه فوق مني، نسيت والشيطان غراني وزيني عاجبني، وكنقول صافي كريم راجلي ما غيخويش بيا. ولينا كنمشيو للكلوب كنسهروا والسيد كيسكر مع صحابو وانا جالسه حدا حاضيه باش حتى وحده ما ديه ليا. واحد الليله السيد فوت في لادوز وشرب كتار من القياس، ومني سالينا باص مي رجعني لدارنا وعد دار صاحبتي مشى نيشان ديك الدار اللي كنمشيو ليها. قلت لي انت فين جيتي؟ خصك نمشي انا. قلت لي خصني نبات عند صاحبتي. قال لي واش فيها لبتي معايا؟ اش فيها لبتي معايا اليوم؟ قلت لي لا خصني نمشي عند صاحبتي. واش انت؟ قلت لي كنت باش راسك كيفاش داير؟ انا عارفه صاحبتي راه قلت لها انا غنجي نبات معاك. صافي قال لي غنمشيو نجلسوها شويه ومن بعد نديك عندها. وكنشوف السيد حالته حاله، قلت صافي غنمشي للدار ندير ليه قهوه باش يفيق ويصحصح معايا ورجع للدار. مشيت معاه للدار وداك النهار غندم ندم الحياه ديالي. السيد كيف ما العاده تخشينا في الفراش كيف ما موالفين، ولكن داك النهار الدري ما كانش هو الانسان اللي كنعرف. داك النهار تعامل معايا كانني مرتو ودخل بيا يا البنات وضاع مني شرفي. ضاع مني شرفي اللي كنت كنقول صافي هذا هو الشرف ديالي، هذا هو باش انا يعني مامنه على راسي انني عمرني درت شي حاجه. الحاجه اللي كنت خايفه عليها ضاعت داك النهار. بقيت كنبكي وكنوح كنقول ليش هادشي درتي وانا اشياء كنت خايفه من هادشي وطحت فيه معاك ودابا اش غندير. وبديت كنبكي وحالتي حاله وتخلعت وما نقولش لكم يا البنات. هو بدا كيعينك فيا ويصبر فيا ويقول لي واش انت يا هبيله وراك انت يا مرتي واش قال لي شحال وحنايا قال لي صابر عليك وندير لك خاطرك وانت راك مرتي دابا وانت دابا راكي حلالي. قلت ليش من حلالك اسيدي اش كتخربق؟ قال لي المهم ما بقى قد ما فات وحنا غنشدو. قال لي الماستر، قال لي غنشد الماستر وانت غتكملي على ليسونس ديالك وانا غنجي نخطبك على شي واحد غيديك من غيري. على انت قال لي كتفكر ان شي واحد اخر غيتزوج بك من غيري؟ انا اللي غنتزوج بك وانا هو راجلك، انا هو راجلك ما عندك مناش تخافي. المهم بدا كيسكت فيا وكي بديك الهضره ديالو. المهم حاول انه يقنعني بان انا راه يعني ما نخافش وداك الشيء اللي وقع راه بيني وبينه ما كاينش اللي غيعرفوا غيتزوج بيا. صافي رجعني داك الليله عند صاحبتي. مشيت ديك الليله ما نعست ما شفتو. من بعد مشيت لدارنا في الصباح، مشيت نيشان للدوش دوشت وبدلت حالتي وبقيت عاطيه هاد البكا وسد عليا في البيت. صراحه ضغط بحال شي تصرفيقه جاتني، ولكن من بعد كريم غيعيط ليا بحال حتى حاجه ما وقعات. فينك خرجي بنتي كنشافني ديك الحاله دابا قال لي غتهبطي عندي. هبطت عنده
قال لي انت ما كديري راسك في هذه الحاله، ما قال لي غادي تندميني انا كاع على هذا الشيء اللي درت معاك، وانت واش ما عارفانيش، واش ما تيقاش فيا، وانا راه كنبغيك، انا راه كنخاف عليك اكثر من راسك، وانا راه راجلك، وانا ما تنسايش. قال لي صافي ماشي صافي، قال لي بقى بيناتنا غير لاكت والدار يعرفوا. انا قال لي انا دابا انا في هذا الشيء كامل انا هو راجلك، ما تخافي من حتى شي حاجه. انا قال لي انت مرتي انا راجلك. صافي بداك السيد كيبين ليا بانني انا راه عمرو ما غيتخلى عليا وعمرو ما غيخوي بيا. ومن بعد صافي السيد كلا ليا مخ ديالي، ولينا كنمشيو للدار كاننا فعلا مزوجين. وليت عايشه مع الحياه، وليت كنعيط ليه بالليل وبالنهار، ولا مره كيميك عليا، مره ما كيعيطش ليا. اختكم ولات كي الهبيله، وليت غير تابعاه، غير كنقلب عليه فينك ما فينك. غير نهار واحد لما شفتوش كنبغي نتسطى ونبغي نحماق. غدوز ليا مع البنات وغيجيو وقت الامتحانات، خاطركم ما بقاش عندها الراس ديال القرايه والو. صافي نهايه السنه خصني ندوز الامتحانات الاخرين باش ننجح. خاطركم صافي العقل ديالها ما بقاش في بلاصتو. وليت كنفكر كيفاش غنحل هاد المشكله انا طحت فيها. امتى كريم غيشد الماستر باش يجي يتزوج بيا؟ كريم ديك الايامات مابقيتش كنشوفو. تخيلوا معايا اللي كان كل ساعه كيعيط لي حنا خارجين حنا داخلين حنا غادي ملي كنعيط ليه كيقول لي دابا راه ايام الحفاظه سيري تحفظي، وانا راه كنحفظ، خاصني نشد الماستر باش نجي نتزوج بيك. وانا كالهبيله متيقاه. السيد مره كيعيط ليا مره ما كيعيطش ليا. ملي كل ساعه كنعيط ليه الميساجات كيقول لي انا كنحفظ، ويصور لي شي كتاب كيقول لي انا كنحفظ، خصني نبريباري، خصني نشد الماستر، خصني نديرو مستقبلنا، وخصنا نديرو هادي وخصنا نديرو هادي. انا متيقاه غيجيو ليا من الامتحانات، اختكم ما غدير حتى شي حاجه، ما غنقشبل والو، لانني مشيت للامتحان وانا العقل ديالي مرفوع. نهار غادي يجيو النتائج خلق راسي ما دخلت حتى شي موديول، يعني ما نجحت في حتى شي ماده. والديا غيتصدموا صدمه العمر، لانهم كيعرفوني كل عام كنجح بمعدل يعني مميز، كنجي انا من الاوائل. كيفاش جيت الامتحانات الاخرين ودرتي هاد الحاله؟ ديك الساعه انايا ما نقولش لكم يخرجوا لي ريزولطا، جيت للدار بقيت عاطيه غير البكا، جاني بحال الانهيار، كنغوت وكنضرب في خادي. الوالده مسكينه تخلعات، الاب ديالي تخلع عليا كيقول هادي مالك شيماء علاش فطرنا بنتي ماشي مشكل. قلت لهم انا ما عرفتش شنو وقع لي في هذا الامتحان. دخلت قلت لهم انا الامتحان وكنحس براسي شدتني واحد الخلعه وشدني واحد ستريس، وكنحس بصافي القلب ديالي غادي يسكت. بسم الله عليك، ياك ما هادي شي حاجه وقعت ليها، العين ضرباتك بنيتي، ياك ماشي مس، ياك ما هادي. المهم الوالده مسكينه هزتني داتني الطبيب، داتني عند واحد الطبيبه، غير شافتني قالت لها السيده عندها انهيار عصبي وعندها واحد الاكتئاب اللي حاد. عطاتني الدوايات وبقات متبعه معايا هي جلسات باش نخرج من ديك الحاله النفسيه اللي انا فيها. قالت لهم غير صافي حاولوا انكم تقولوا لا بان ماشي نهايه العالم، ماشي مشكل ان هذا العام اللي عاوداتو كاع فين كاين المشكل، يعني الحياه كتستمر. وبقات كتهدن فيا وكتهضر معايا شي هضره زعما اللي ايجابيه وتعطيني الطاقه وداكشي، ولكن انا انا راه كنفكر غير في الحيره اللي انا فيها وفي المصيبه اللي انا حطيت راسي فيها. انا اللي حطيتها بيدي ودرتها بيدي يا خوتي، وبرجليا مشيت معاه. كريم من بعد كنعيط ليه ما بقاش كيجاوبني في التليفون والو. ملي حسيت براسي شويه وليت لاباس، خرجت واحد النهار غير باش نقلب عليه، مشيت عند دراري صحابو اللي كيعرفوه وكنا نخرجوا حنا معاهم مجموعين. مشيت عند واحد الدري صاحبو قلت لي فين هو كريم؟ كنعيط ليه ما كيجاوبش، هذه مده هو غابر. قال لي كريم، وما قال لي ما في راسكش كريم فين هو؟ قلت لهم لا، قلت لهم من ايام الامتحانات ما بقيتش شفتو، ما بقى عندي عليه اخبار. وقال لي كريم مشى فرنسا. فين هو كريم؟ وراه هادي قال لي غير شد البيلتان ديالو من هنا عفط في الطياره من الجهه الاخرى. قلت لي مش كتقولوا؟ قال لي هادشي اللي كاين. قلت لي عطيني نمره التليفون ديالو. قال لي لا اختي، نهار بغى يمشي قال لينا النمره اللي غنعطيكم وياكم تعطيوها لشيماء. صافي قال لي شيماء اختي نساي كريم وسيري بداي حياتك من بدا وجديد. قلت ليش كتقول؟ قال لي هادشي اللي كاين اختي شيماء، بغيتي الصراحه نساي كريم مشى يدير كارير ديالو ويدير حياته، نسايها لك سيري. قال لي هو قال لي نهار مشى قال لي داك البنت الناس انا صافي ساليت معاها، دوزت معاه فتره زوينه والله يعاون الله يعاون. اصلا هذيك ماشي من سهمي، البنت اللي كترخص راسها ماشي من سهمي، هو قالها بحال هكا بلسانه. واش باقي مازال كتسني منه؟ قلت ليه كريم قال هاد الهضره عليا. قال لي اختي شوفي بغيتي الصراحه راه هادشي اللي قال، وانا قال لي جيتك من الاخر وقلت لك اشنو كاين بلا ما تبقاي تقلبي على كريم ولا نمرتو من جهه اخرى، راه هادشي اللي كاين.
جاتني بحال شي صدمه. رجعت للدار نبكي 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 ونتنخصص، وحسيت براسي فين حطيت رجليا في واحد الواد مسخ، واد الحرام، واد الشيطان. حطيت رجليا فيه ونغمست بحلاوه ديال الشيطان اللي حل ليا الحرام في عينيا. والمصيبه اللي طحت فيها كيفاش غندير نخرج منها؟ والديا ما مخلين عليا حتى شي حاجه، كيطلعوا معايا وكيهبطوا معايا من السبيطارات، من ادويه، من طبيبه، من هذا كوتش، من هذا، غير باش نخرج من الحاله النفسيه اللي انا فيها. وانا كنفكر غير في المصيبه وكنشوف راسي كي غندير حتى نفك راسي من هذه الحريره اللي انا فيها. فعلا يا البنات ديك الساعه غادي حياتي تبدل، وغادي نشوف حياتي بنظره واحده اخرى. مع داك الطبيبه اللي كنت كنمشي عندها، واحد الطبيبه تبارك الله ملتزمه، كانت كتقول لي يا بنتي حاول انك تقربي من الله سبحانه وتعالى، حاولي انك تصلي صلاتك، حاولي انك تقراي قرانك. قلت لكم البنات انني عمرني ما صليت، كنت كنصوم رمضان كنصوم عادي، ولكن باش غنقول لكم الصلاه كنت كنصليها، ولا كنت كنقرا قران، ولا كنت كندير العبادات ديالي كيف ما خاصني نكون كنديرهم نهائيا. كتعيش الحياه عادي عادي، وحتى دارنا ما كانوش كيلزموا علينا صراحه. وانا والو، اختي اللي كبر مني فعلا كتصلي، ومن نهار الزوجات دارت الحجاب وداخله سوق راسها، ولكن انا لا نهائيا. البنات كان كيهضر معايا شي واحد على الصلاه ولا شي حاجه كنقول له ان شاء الله كنت كناخذها يعني باستهتار. ولكن ملي طحت في هذه المشكله اللي انا طحت فيها، حسيت بان بكيش اللي غيخرجني من هذا الشيء اللي انا فيه من غير قربي من الله، وانني نتوب الله سبحانه وتعالى ونطلب الله يغفر لي على هذا الشيء اللي دوزت في حياتي، وعلى الطريق اللي مشيت فيها اللي داتني الهويه. فعلا يا البنات هاد الطبيبه كانت صراحه هي عندها دور كبير، كانت واحد الانسانه راقيه، وخا انا ما حاولتش ليها السر ديالي، ولكن بينت ليها بانني كنت واحد العلاقه وغدرني في هذاك الانسان. حاولت انها دائما انها تقول يا بنتي العلاقه اللي مبنيه على حرام ومبنيه على شي حاجه اللي ربي سبحانه وتعالى ما بغاش، عاولي عليها انها غتنتهي بشي حاجه في الطريقه اللي ما غتعجبكش. شوف يا بنتي ديها في قرايتك وديها في مستقبلك، والحمد لله والديك ما مخصينك من حتى شي حاجه. شحال من وحده كتمنى ولا انه بقات غير والدين اللي يقريوها واللي يعطيوها ما تلبس واللي يعطيوها ما تشري واللي يعطيوها ما يخصوها من حتى شي حاجه. شوف النعمه اللي في يديك، ما تبقاش تفكري في الحاجه اللي ما في يديكش. والزواج وهاد العلاقات نهار غادي يكتب الله راه غيجيبهم لك الله بالحلال، وانت زوينه تبارك الله. شوفي حياتك وشوفي المستقبل مازال قدامك، قراي قرايتك وديري شي تخصص اللي غيعجبك. المهم كانت ديك السيده كالبلسم كتعطيني نصائح اللي ما كنتش كنلقاها في المحيط ديالي، لان والديا كانوا منشغلين باحلامهم بطموحاتهم انهم موفرين لنا اي حاجه، ولكن اللي غيجلس معاك ويهضر معاك ويتصنت لك صراحه ما كانش. وانا الطيش ديالي وغرور ديالي بالزين ديالي اداني الهويه يا البنات. ديك الساعه رجعت شيماء واحده اخرى، التزمت يا البنات، درت الحجاب وشديت طريق الله، وليت كنصلي صلاتي في وقتها، وليت نوض الفجر، وليت نقرا القران، وليت ندير العبادات ديالي وندير الاذكار ديالي، ونطلب الله سبحانه وتعالى يخرجني من هذا الهم اللي انا فيه. فعلا عاودت قريت السنه ديالي اللي سقطت فيها، وقلت صافي دابا الحل الوحيد هو انني خاصني نقرا مزيان ونرجع شيماء اللي كانت كتقرا، ونتمنى من الله يدير لي مخرج من هذا الهم. قريت داك العام مزيان كيف ما قلت لكم، انا كنت ذكيه تبارك الله في قرايتي، شديت لا ليسونس معدل مزيان ودرت الماستر ديالي حتى هو وتخرجت الحمد لله. وكشتيت قرايه يعني في القرايه ديالي قلت بعدا كاين مهم الدبلومات ديالي يغنيوني. حاولت انني نخرج من داك الهم، ونحاولت انني ننسى كريم وننسى اي ايام دازت معاه، وطلبت الله يغفر لي ويسمح لي على هذا الغلط اللي درت في حياتي. كنت طلب الله ليومنا هذا انه يغفر لي على داك الشيء اللي دوزت مع كريم. فعلا يا البنات تخرجت وتوظفت والحمد لله شديت وظيفه مشرفه اي انسان كيتمناها. من بعد غير يوليو يجوا فيا الخطاب، والديا كيقولوا لي فلان جافك فلان جافك، وانا دائما كنرفض لانني خايفه من الفضيحه، خايفه ان شاء نقول هذا السيد نقول لي انا راه فايت فيا انني كنت مع واحد ومضيعه راسي، اش غادي نقول ليه؟ وليت كنفكر كيفاش غادي ندير.
ولكن ما حدي كنكبر واحد والديا كيغرغموا عليا اننا خاصك تزوجي. شحال قدك دابا تبارك الله، انت قريتي، انت موظفه، انت برزقك، انت بطوموبيلتك، اشنو مازال مخليك انك تقولي لا على الزواج؟ وكان كيجيو فيا خطاب اللي تبارك الله اي بنت تمناهم، يعني كاع الناس اللي كيجيو فيا الناس المعارف ديال العائله اللي تبارك الله تما مسورين وما خاصهم خير، وانا دائما كنرفض حتى غيجي واحد النهار صاحب راجل اختي وغادي يبغي يتقدم ليا بعد ما شكرو راجل اختي وكيقول لي راه نسيبتي تبارك الله، ما نقولش لك راه قرات وواعيه وملتزمه وانسانه اللي مثقفه وانسانه زعما كاينه يعني كتعزيز عليه داك راجل اختي. وهو مسكين كان كيشوف فيا غير داك الجانب ديال شيماء اللي كتقرا مزيان وشيماء اللي داخله سوق راسها، ما كان عارف عليا حتى شي حاجه من داكشي اللي مدوزه انايا. المهم الوالدين ديالي من عرفوا داك السيد وتبارك الله حتى هو بخيرو وبخميرو وعندهم واحد الفيلا وناس لاباس عليهم، وغير هو اللي عند والديه. قالت لي الوالده من هذا ما كاينش اللي غتبقى تقولي لي لا ما عندكش، قالت لي دابا تقولي لي شي مبرر تقولي لي لا صافي. قالت لي هذا، قالت لي الا فلتي والله الا لقيتي مازال بحالو، ستي تبارك الله شريك وباغيك ودارهم هضروا معانا، اشنو مازال كتسناي؟ صلاه الاستخاره بنتي وان شاء الله يكون خير. وانا البنات كنفكر غير في المصيبه ديالي كي غندير فيها. نضت شنو درت واحد البوست في الفيسبوك بكونت انونيم، يعني بحساب مجهول، وقلت للبنات بانني انايا واحد الانسانه اللي وقع لي واحد المشكل مع واحد السيد كنت كنعرفو موعدني بالزواج، ودابا تخلى عليا، ودابا كيجيو فيا الخطاب وبغيت نتزوج ولكن ما عرفتش شنو ندير. في نظركم شنو الحل؟ المهم كل وحده شنو كتكتب ليا، كاين اللي كتقول لي ما عندك ما ديري بشي زواج والرجاله ما فيهم فايده، كاين اللي كتقول لي صارحيه قولي لي الحقيقه، كاين اللي كتقول لي وسري على الطبيب وديري داك البكره الاصطناعيه، وكل وحده اشنو كتقول لي. واحد البنت قالت لي والو بغيت نهضر معاك في الخاص، دخلت عندي الميسنجر وبقات كتدوي معايا في الخاص، قالت لي كان ممكن نهضروا في الواتساب، قلت لها ماشي مشكل، عطاتها الرقم التليفون ديالي، دخلت عندي الواتساب كتدوي معايا السيده، قالت لي شوف انا هذا المشكل اللي وقع لك حتى انا راه وقع ليا، واشنو كاين قالت لي ومشيت عند واحد الطبيب، قالت لي نعطيك السميه ديالو سيري عنده راه هو غيدير لك الحل، وان شاء الله راه ملي غتزوجي راجلك ما غيحس حتى شي حاجه، كانك باقا كيف ما نهار تخلقتي. قلت لها واش متاكده من الهضره؟ قالت لي كيف ما كنقول لك، قالت لي لا هادشي انا وقع ليا وهذه النصيحه اللي غادي نقول لك. عطاتني الرقم ديال داك الطبيب، فعلا تواصلت مع الطبيب قلت ليه شنو كاين، قال لي مرحبا. وفعلا يا البنات داك الطبيب كان في واحد المدينه واحده اخرى، سافرت لديك المدينه بحكم انني ويت بخدمتي وفلوسي وداك الشيء، قلت لهم راه عندي واحد الاجتماع في واحد البلاصه غنبات واحد الليله يعني بعيده، عندي شي ميسيون وصيفطاني الخدمه. ايوا مشيت عند داك الطبيب وبت في لوطيل ومشيت عند داك الطبيب، المهم قاد لي المسائل، قال لي صافي راه الامور كلها طيبه. كانت عمليه شويه غاليه ولكن مهم، قلت باش نتفادى انا هذا المشكل بلا ما نتشوه وبلا ما نفضح راسي، وفي نفس الوقت كنقول مع راسي واش هادشي اللي درت انايا مزيان ولا ماشي مزيان. وجاني التانيب الضمير البنات بانني انا غنكذب على هذا الانسان بعد ما انا دوزت حياتي ديك الفتره مع كريم، دابا غنكذب عليه كانني عمرني ماشي حد قاصني، كانني كنخونو، كانني غنخدلو، كانني غنكذب عليه. صراحه تانيب الضمير كان يعني كيطلع معايا وكيهبط في كل ليله وكل نهار، يعني كل ليله وكل نهار تانيب الضمير كيمحني. وفي نفس الوقت كنقول مع راسي صافي المهم نتزوج ونتستر وان شاء الله ما غيعرف عليا حتى شي حاجه، صافي الماضي غيبقى ماضي. فعلا يا البنات تزوجت بهذا الشخص، هذا العريس اللي تقدم ليا، دار ليا واحد العرس ما نقولش لكم ولا في الاحلام، كبر بيا لا من الذهب لا من الكادوات، والدي فرحانين بيا. مشيت سكنت معاهم يعني في ديك الفيلا لانه كان غير هو والدي، قال لك ضروري غنسكنوا مع والديا، دارنا واسعه عريضه. مشيت سكنت معاهم وانا مازال بالوظيفه ديالي. المهم ديك الايامات الاولى الحمد لله دازت الامور بخير وعلى خير، راجلي ما عرف حتى شي حاجه وما حس حتى شي حاجه، كانني فعلا من نهار تزاديت عمر شي حد قاصني. المهم راكم فهمتوني. داز ديك الشهور الاولى بخير وعلى خير، تقريبا دازت على زواجي براجلي 5 شهور، حتى واحد النهار قالوا دابا انا كاين العراضه غيجيو شي ناس من العائله ديالهم. المهم ديك خالته انا كنعرفها اللي غادي تجي، ولكن قالك ولدها غادي يجي من الخارج عمرني ما شفتو. المهم داك النهار كانوا داير العراضه وجايبين تريتور داكشي، وكاين كاع العائله مجموعه عندهم.
حتى غيدخل الضيف اللي ما كنتش كنتوقعوا انه يكون ضيف ديك الدار اللي انا مزوجه فيها. تخيلوا معايا البنات، راكم واقيلا عرفتوه. دخل كريم اللي دوزت معاه ايام، واش شركت معاه الفراش في الحرام، حتى غيوقف غير شفتو تصدمت صدمات العمر. واخا انا دابا صافي تبدلت ويعني داز سنين وتبدلت في الملامح ديالي ودرت الحجاب، ولكن هو غير شافني عرفني، وانا غير شفتو عرفتو. بقى ساكت، قال لي السلام عليكم ومشى جلس وكيهضر مع راجلي، يعني لانه ولد خالته، وكيضحك معاه وهادي ما بين حتى شي حاجه داك الليله. وانا ما نقولش لكم القلب ديالي غادي يسكت بالخلعه. صافي بغيت كنت سميت كل الارض شقات وتخشيت فيها ولا نطيح في داك الموقف. يا ربي اشنو هادشي، يا ربي هادشي انا طحت فيه، كيفاش هذا منين خرج ليا في حياتي؟ حتى قلت صافي تفكيت من هذه المصيبه، هو خرج ليا. المهم غدو السيمانه من بعد ديك العراضه، كريم غيهضر مع مو غيقول ليها بان ولد خالتي مزوج بوحده كنت معاها، وانا قال لها كنت صاحب معاها ومدوز معايا ايامات، كنت نخرج انا وياها وراها التصاور اللي كانت كتجمع بيني وبينه. وقال لها ما فهمت انا كيفاش قبل على راسو انه يتزوج وحده ماشي بنت. قالت ليش الهضره كتقول؟ قال لها كيف ما كتسمع الوالده، قال لها دوزت معايا ايامات ديك البنت وزعما وحده اللي كانت مرخصه راسها، وحده اللي كانت تخرج مع الدراري وتخرج تسهر معايا مع صحابي وكنا نباتوا في الدار وهادي ومو هزتها سخونه حطتها لعدوزتي في ودنيها وقالت ليها كيفاش قبلتي على راسك تزوجي بولدك بوحده كان عندها ماضي اللي خايب. عدوزتي تصدمت بديك الهضره، ملي عاودت ليها اختها داكشي كامل. ناضت عدوزتي عيطات لولدها اللي هو راجلي، قالت ليه اجي نهضر معاك دابا. مشى عندها هضرات معاه، قالت ليه كيفاش انت، واش انت ضحكه اللي تاخذ وحده قالت لي فايت فيها تصاحب وفايت فيها الدراري وفايت فيها هذه، قالت له معاه من مع ولد خالتك داير معاها وفاعل معاها وترك معاها. كاش الهضره كتقولها امي؟ قالت لي كيف ما كتسمع، قالت لي ولد خالتك كريم راه عنده تصاور وها التصاور، قالت لي صيفطاتهم لي اختي، شوف قالت لي السيده اللي مزوج بها انت شنو مدوزه في حياتها وحتى حاجه ما قالتها لك، دابا قالت لي دارت الدره وجايه كتبين لك الشفافيه والعفافيه. ايوا واش غنقول لكم، راجلي تصدم صدمات العمر ديالو. جيت من الخدمه في العشيه قال لي شيماء بغيت ندوي معاك، قلت لي مرحبا، قال لي نطلعوا للبيت، قلت لي مرحبا. طلعت البيت جلست انا وياه، قال لي بغيت نقول لك شي هضره وبغيت تقول لي واش كاينه ولا ما كايناش. قلت لي شنو خبر الخير، وحسيت بان شي حاجه كاينه يا البنات. قال لي يا كريم كانت كتجمعك بينك وبينه شي علاقه، بقيت كنشوف وما بالي ما يتخبى وما بقى عندي ما تستر. قلت لي فعلا، قلت لي كريم ها شنو كاين وشنو كاين. كان موعدني بالزواج، كنت انا وياه مصاحبين فعلا، ما خليت ما درت انا وكريم. انا فعلا قلت لي انا كذبت عليك وانا هادي. راجلي بقى غير شاد في راسو وكيتصنت ليا. راجلي من واحد النوع اللي ملي كيتصدم كيحكم عقله، ماشي شي واحد اللي كيبقى يغوات المهم انسان متفهم، ماشي غنقول لكم انسان متديوتي ولا انسان يعني متسامح ولا متهاون، لا، ولكن من النوع اللي كيحكم عقله اكثر من انه يحكم يديه ولا بدا يغوت ويدير فوضى بلا فايده. الناس اللي كيخافوا على السمعه ديالهم. المهم نسمع ديك الهضره كامله وعرف الحقيقه ديالي. قال لي شوف يا شيماء، انا صراحه من نهار تزوجت بيك عجبتيني وشفت فيك كل الخير وبغيتك ماشي ما بغيتكش، والايام اللي دوزت معاك يعني كنتي انسانه اللي كنتمناها اي انسان، ولكن يا ريت لو ان هادشي اللي درتيه مع شي حد براني، ما درتيش مع ولد خالتي. كنت نقدر نقول مع راسي ان الله غفور رحيم، ونقول كل واحد عنده ماضي واي واحد يقدر يكون غلط في حياته، مهم ان الانسان تاب وشد طريق الله كيف ما كنشوفك دابا. ولكن مادام ان الهضره وصلت للميمه وصلت للخاله وصلت وهذا الشيء يعني عندك مع ولد خالتي اللي غيبقى دائما انه يطيح مني في اي مجمع، لا هو لا خالتي، فبنت الناس علاقتي بك ميمكنش لها تستمر اكثر من هذا الشيء. قلت لي من حقك واي حاجه بغيتيها انا مستعده لها. قال لي شوفي من الاحسن ان نطلقوا بلا صداع بلا مشاكل، واي حاجه حقوقك غتسمحي فيها، وحاولي انك ديري شي سبه وقولي لوالديك صافي انا هذا الانسان ما بقاش مناسبني
ونخرجوا قال لي من هذا الزواج بلا صداع بلا شوهه وباقل الاضرار. وشوف انت شي حل كيفاش ديري. قال لي صافي ماشي مشكل. فعلا بكيت وبقى فيا الحال، لان داك الانسان كان نعمه الزوج، بغيتو ديك الايامات اللي تزوجت بها وكانت كتعامل معايا مزيان ودايرني بحال الماء القليل، وكانت الام ديالو هي كتعامل معايا مزيان. ولكن المصيبه اللي درت في حياتي خرجات ووقفات ليا في طريقي وسعادتي. ما عندي ما غنقول من غير غنقول حمدت الله وشكرته على الخيبه وعلى الزوينه، لانني انا اللي درتها بيدي وانا اللي خرجت على حياتي ودمرتها. فعلا مشيت لدارنا وقلت لهم صافي هنا سالت علاقتي مع فلان وغادي نطلق انا وياه. لا ما يمكنش، نعلي الشيطان وعلاش؟ قلت لهم صافي. قلت لهم مو ولات كتفكر انها تزوج بواحده اخرى. قلت لهم الله من 5 شهور هذه باش تزوجنا، غير شافني ما ولدتش قالت بان صافي راه فيا المشكل. الله ودي نتوما يلاه تزوجتوا ماشي مشكل. قلت لهم صافي انا دوك الناس ما يمكنش نكمل معاهم. صافي انا اتفقت انا وراجلي باننا غنديروا الطلاق اتفاقي، كل واحد الله يسهل عليه. الاب ديالي حاول يهضر مع راجلي، حاول انه يقنعوه ان زعما نلقاو شي حل وما نطلقوش وما نفرقوش بعضياتنا. قال لي صافي بنتكم خدت القرار ديالها وانايا غنراضيها، والله كل واحد الله يسهل عليه. والديا ما لقاو ما يقولوا، لانني انا اصلا انسانه واعيه وكناخذ القرار بنفسي ديك الساعه. وراجلي كان واحد الانسان تا هو اللي كلمته كلمه، ما غاديش يبقاو يطلبوا ويزاوقوا باش يبقى مع بنتهم. وفعلا يا البنات طلقت من راجلي ودخلت في اكتئاب اكثر من اللي كنت فيه، لان حسيت براسي بان داك الذنب اللي درت غيبقى تابعني حياتي كامله. داك العام جلست من الخدمه وحسيت براسي بانني واحد الانسانه يعني اللي مسخه بهاد العباره. حسيت براسي بان واحد الانسانه مسخه، وداك الوسخ اللي درت وداك الذنب اللي درت عمره ما غيفرقني، واني درت واحد الحاجه واحد الخطيئه اللي كبيره بزاف، وفعلا راها خطيئه كبيره ودمرت لي زواجي ودمرت لي حياتي ونفسيتي تدمرات. بقيت عاوتاني كنتعالج مع الطبيبه ونتبع الدوايات وحالتي حاله اختكم ما نقولش لكم حالتي كي ولات النفسيه ديالي، حتى غنولي شويه بشويه 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 كنرجع للحاله الطبيعيه ديالي، وغنقدم على وظيفه في شركه واحده اخرى، وغادي ننقل من ديك المدينه اللي انا ساكنه فيها. ما بقيتش بغيت نعرف حتى شي حاجه في ديك المدينه، بغيت نبقى حتى شي حاجه تربطني علاقه بالماضي ديالي. والديا بحكم اني صافي كبرت وعارفيني كيفاش دايره ما عندهم ما غادي يقولوا. فعلا خداني الوالد واحد لابارتمون سكنت تمايا، وليت خدامه في واحد الشركه واحده اخرى، والحمد لله بالدبلوم ديالي كنخدم احسن وظيفه. غدوز مده وانا في ديك الشركه، من بعد داك المدير ديال الشركه غيولي يعني كيراقبني بزاف. واحد النهار غيجي يهضر معايا يقول لي شيماء بغيت نهضر معاك، وصراحه عجبتيني هذه مده وانت خدامه معنا، وشفت منك غير الخير ومعقوله وانسان يتمنى اي انسان، واش تقبلي بيا تزوجي بيا؟ انا انسان اللي مرتي ميته وعندي 2 وليدات صغار، واش تقبلي بيا وما يخصك خير؟ واحد الانسان حتى هو اللي تبارك الله يعني بخير وبرزقه. وكان ديك الساعه هو في الربعينات وانا ديك الساعه كان عندي 32 سنه. صراحه وليت كنتردد، واش كنقول اشنو غندير؟ واش نعاود ليه على الماضي ديالي؟ واش نبقى ساكته ولا اشنو غندير مع هذا الانسان؟ خفت لي طراليا ما طراليا في الزواج الاول، لان الخطا اللي درت غيبقى ديما تابعني. بقيت كنفكر وكنفكر، والسيد واقف عليا كل نهار كيقول لي اشنو قلتي، وانا كنقول واش نعاود ليه الماضي ديالي ولا ما نعاودوش ليه، واش نعاود ليه ولا ما نعاودش ليه. حتى مشيت عند واحد الامام ديال المسجد وقلت لي بغيت نشاورك في واحد الموضوع، وعاودت ليه على قصتي كامله. قال لي سمعها بنتي، ربي سترك النوبه الاولى والحمد لله تزوجتي ودوزتي الفضا ديال الزواج، المهم دابا راكي كتسماي مطلقه. قال لي ربي سترك الوقت اللي درتي الخطا، ودابا بغيتي تفضحي راسك، ما عندك لاش تفضحي راسك بين الناس. صافي تبتي الله، ربي راه كيقبل التوبه من العبد ديالو، وربي لا سترك ما تفضحيش راسك، سيري توكلي على الله. المهم راه عارفك السيد راكي مزوجه ومطلقه. وصافي يا البنات، من بعد ما قال لي الامام هاد الهضره توكلت على الله ووافقت بالزواج من المدير ديالي، والحمد لله كان واحد الانسان حتى هو اللي طيب ونعم الزوج. الحمد لله من بعد هاد السنوات اللي انا مزوجه به حاليا ولدت معاه 3 الوليدات، امور كلها غدا بخير وعلى خير وما خصني خير معاه الحمد لله. ولكن ليومنا هذا عذاب الضمير باقي كي يجيني مره على انني خصني نصارح راجلي ونعاود ليه على قصتي من شحال هذه وشنو درت فيها، وعلى الغلط ديالي باش عمر شي حاجه متخسر بيني وبينه. وفي نفس الوقت كنقول
نقدر ملي نعرف الماضي ديالي استقدر شي ردة فعل اللي غادي تضرني وغضر وليداتي. شويه كنقول يقدر يكون متفهم بحال الزوج اللي قبل منه، يعني وكان انه لو انه ما كانش من عائلته ربما انه كنا باقين مع بعضياتنا ليومنا هذا. ما عرفتش يا البنات، ما عرفتش هادشي مره كيجي كيمرضني وكيعذبني. كنصلي قيام الليل، كنطلب الله يغفر ليا، كنحاول ندير ما في جهدي باش انني نرجع شيماء النسخه الجديده والنسخه اللي صراحه نتمناها اي بنت تكون فيها حاليا. وعمر شي وحده، نصيحه مني، عمر شي وحده ما تضيعش شبابها وتبيع شبابها رخيص. عمر شي واحد ما يغرك، عمر شي حد ما يضحك عليك، عمر شي حد ما يجي يلعب لك براسك ويقول لك يبيعك نفسك ويبيعك شرفك باسم الحب وباسم الغرام وباسم الزواج المزيف. شو خي يكون جا لداركم وخطبك وعارفينه خطيبك وديري معاه لاكت، الا لا ما تعطيه راسك حتى نهار ديري العراسيه، حتى نهار تمشي لعنده تولي مرته بالعلالي وكاع الناس يعرفوك راك مرته باش تسلميه راسك. اما الواحد شي البنت اللي ما عزت راسها راه غادي تندم ندم شديد كيف ما ندمت انايا. هادشي عاودت لكم قصتي البنات باش تعاودوا ديروا نفسها باش تستافدوا من الغلط ديالي. انا ما نبغيكمش تروحوا في نفس الغلط، انا ما نبغيكمش انكم تضيعوا حياتكم وتضيعوا شبابكم. حيت كاين فينا اللي الحمد لله، انا الحمد لله انني كنت قريت وتوظفت ودرت المستقبل ديالي، وكاينه وحده اخرى غتبيع شبابها وغادي تطيح في دوام ديال الاكتئاب وما غاديش تخرج منها، غتصدق مدمره راسها وتقدر تمشي في شي طريق اللي هي عمرها كانت راسماها. حافظوا على ريوسكم اخواتاتي وما تبيعوش شبابكم رخيص وما تضيعوش حياتكم مع وحدين اللي باغيين غير الطريق الحرام والطريق اللي ربي سبحانه وتعالى ما يبغيهاش ليك. شوفوا اللي ما جا ودار لك الشان والمرشان ودق في بابك وداك حلالا طيبا ودار عليك اللي ما يدار وخسر عليك اللي ما يتخسر، ما تعطيش راسك يا بنت الناس. وهذه هي نصيحتي لكم. وانا اليوم مازال معذبني عذاب الضمير على الماضي ديالي، واليومين هذا كنقول واش نصارح راجلي ولا ما نصارحوش. وانتم اللي سمعتوا قصتي اش بان لكم في هذا الموضوع؟ واش نصارح راجلي ونرتاح من عذاب الضمير ولا نخلي هذا السر يبقى ديما معايا حتى ندفنو معايا في القبر؟ نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من قصتي وشكرا لكم على الاستماع. الغزاله ديالي قصه اليوم هنا سالات، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم واستفدتوا منها واستفدتوا من الغلطه ديال شيماء اللي صراحه الثمن ديالها كيكون غالي 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 بزاف نفسيا ومع الله سبحانه وتعالى ومع والديك ومع راحتك النفسيه ومع عمرك ما كترتاحي. هادشي علاش حتى انا كنقول لكم حافظوا على راسكم وخليو شبابكم ديما غالي وما تضيعوش راسكم وراء المحرمات واللي حرمها الله ما عندكم ما ديروا بها. عزي نفسك تعزك ودليها غدلك. حتى لهنا كنقول لكم شكرا على حسن الاستماع. ما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقكم تحت الفيديو، يعني اي تعليق راه كيفيد، واكيد ان وحدين اخرين كيدخلوا يتفرجوا كيقراو التعاليق وتعاليقكم راه غادي تكون حتى هي كنصيحه لاي بنت دازت وقرات وسمعات لهذه القصه. المهم اخواتاتي كنضرب لكم موعد القصه قادمه ان شاء الله. كنتمنى لكم الخير والله يحفظنا ويحفظكم من طريق الحرام ومن طريق ولاد الحرام، والله ينجينا من شرور انفسنا. كنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعايه الرحمن.